مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة ازاي نتعلم مع بعض نفك البوابة وننضفها. العربية دي شينراي اكس 30. هنتابع مع بعض ازاي خطوة بخطوة افك بوابة المنوفو بتاعة العربية الشينراي اكس 30 وننضفها مع بعض، وازاي اجمعها تاني واقفلها في مكانها زي ما كانت. تمام، واحدة واحدة مع بعض. اول ما نسمي الله هنحل العمة. ادي مسمار وادي التاني وادي التالت، تمام، والرابع هنا مش موجود. تمام، وهنحل الكوليه ده، الجفيز ده هنحله وهنطلع بالعمة. هنحل الخرطوم ده وهنطلع بالعمة. تمام، معلش ما تاخذونيش، معلش مدرسة جنبي. فكينا المسامير خالص ونطلع بالعمة. في اللي ورا هنا نظام هوكين بيلبسوا في العروتين بتوعهم، والباقي مسامير. نطلع الكرة من تحت من البوابة اهي بكل سهولة. أهم حاجة في الشغلانة واحدة واحدة وما تستعجلش عشان ما تكسرش حاجة. تمام، ادي الوصلة اهي طلعت. واحدة واحدة. بص بص، ده رفاص، تسحب الرفاص لورا يطلع معاك المسوجر، وتنزل بالفيشة لتحت تطلع معاك بكل سلاسة. اهي اهي، بص من الأول تاني هقفلها تاني عشان تبقى فاهم. اهو تسحب الرفاص لورا مش قوي عشان ما يتقطمش، يا دوب يطلع من المسوجر بتاعه، وتسحب لتحت هيطلع معاك 100 فول 14. تمام، وادي الفيشه بتاعت التي بي اس برضه عشان تبقى فاهم، تدوس عليها كده وتطلع بيها، تطلع معاك 100 فول 14. تمام، هتفك ادي مسمار وادي التاني اهو، وادي التالت وادي الرابع تحت اهو اهو اهو. هنفك الاربع مسامير دول بيبقى 10 او لوم 10. تمام، والواير واير الاكسلاتير نطلع بيه لما نحل البوابة، نطلع بيه من غير ما نفك الصامولتين بتوعه. هنحل الاربع مسامير مع بعض.
والواير كده بكل سهولة نطلعه كده، طلع وحده الواير. تمام كده هنفك التي بي اس ونفك الايدل عشان خاطر نقدر نغسل البوابة. تمام ادي الطين اهو، شايف التراكمات عاملة ازاي؟ التراكمات عاملة ازاي؟ كده انا فكيت الايدل وفكيت التي بي اس. كده البوابة معايا جاهزة ان انا انضفها بالسبراي وبفرشة معجون الاسنان، وبعد كده بالمسدس بتاع البنزين اروج الدنيا كلها. تمام. لو انت عايز تشوف برضو الموضوع انا هوري لك كل حاجة عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. بص الطين جواها بلاوي بس. ستوب ستوب. بص نركب مع بعض الحساسات بعد ما احنا نضفنا الحساس اهو. وتخلي بالك من الاستك اهو. الاستك اللي عندك لو ناشف شويه اديله سنه زيت عشان خاطر ما يعصرش منك ويتقطع. ناخد بالنا هنا في هنا ضفر بيعشق هنا، عشان لو ما خدتش بالك ممكن تقطم السوسته بتاعته اهو. ينزل كده استحاله استحاله يركب مقلوب، استحاله ينزل اجباري يتقطم اهو.
ينزل عدل اهو. تمام. بكده احنا خلصنا نركب البوابة مكانها. حتة القماشة تكون نظيفة وتمررها على الاستك اللي هنا عشان لو استك لامم تراكمات زيتية. بس كده احنا ايه في الامان وفي السليم. كده ننزل بالبوابة بتاعتي، واللي انا وريته لك في الفيديو اثناء ما انت بتحل هو اللي هيتقفل. تمام. قبل ما نقفل البوابة زي ما احنا عملنا في الواير، بدل ما نحل الواير الصامولتين بتاعته نركب بكل سلاسة ويسر اهو. الواير كده ركب في المجرى بتاعته، ونركب الاربع مسامير بتوعي نربطهم، وبعد كده الفيش. نعمل ستوب للفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل.